السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع أم عبد الله أتهوم أم عبد الله في البيت. والنهاردة هعمل لكم السمنة البلدي بطعم وريحة زمان. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ولايك وشير مع غيركم عشان الكل يستفيد. ندخل على المقادير على طول. كوبايتين زيت، 400 جرام، كيلو من قشطة اللبن، ودي أنا مجمعاها من وش اللبن مش شاريها جاهزة، نص معلقة ملح صغيرة. ندخل على الطريقة على طول. نجيب الخلاط ونحط فيه كوباية زيت ونص كمية القشطة ونضربهم مع بعض لحد ما الخليط يبقى كريمي زي الزبدة. بعد كده نفضي الكمية في حلة، نجيب الخلاط ونحط كوباية الزيت التانية وباقي كمية القشطة ونضرب الخليط لحد ما نوصل لقوام كريمي زي الزبدة ونضيفها للكمية الأولى، وده القوام اللي أنا عايزة أوصله. والأفضل كمية الزبدة اللي عملتها من وش اللبن أحطها في علبة وأسيبها لحد ما تتماسك في التلاجة علشان كل جزيئات الزيت تمتزج مع جزيئات القشطة. ممكن أسيحها على طول زي ما بعمل في الفيديو. أحطها على نار متوسطة وأقف جنبها وأقلب كل 5 دقايق تقريبا علشان مش تشيط منك في الحلة، وهي هتمر بكذا مرحلة لحد ما تستوي زي ما انتوا شايفين في الفيديو. تبدأ تغلي والسمنة تبدأ تظهر على الوش، ودي المرحلة قبل الأخيرة. السمنة بدأت تفصل عن المرطة بس لسه مستوتش، ودي المرحلة الأخيرة. السمنة فصلت عن المرطة والمرطة استوت واحمرت، وأنا مش بسيب المرطة لحد ما تحمر خالص. نضيف لها نص معلقة الملح عشان يحفظها، وده شكلها بعد ما بردت زي ما انتوا شايفين. السمنة والمرطة مفصولين عن بعض خالص. نبدأ نصب السمنة في برطمان ازاز او بلاستيك نضيف وناشف مفيهوش اي مية. والكمية دي عملت معايا 1.5 كيلو سمنة بلدي بطعم وريحة زمان، وعملت معايا طبق مرطة كبير. بحط البرطمان في التلاجة عشان يتمسك. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.